وصفتنا النهاردة ممكن نسميها سمك مشوي أو سمك صينية. أهم حاجة نبعد شوية عن الأكل المحمر. أول حاجة بحضر السمك، بشيل القشر والزعانف وافتح السمك من الخلف كده، من جنب العمود الفقري بتاع السمكة. وبنضف السمكة كويس وبحضر الخلطة. عندي 2 بصلة متوسطين و3 طماطمات متوسطة وشوية بقدونس ورشة زيت ومعلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة كمون وكزبرة وعصير ليمونة كبيرة ومعلقة خل ومعلقة صويا صوص. بضربهم كويس في الكبة. معايا بطاطسيتين كبار وبصلة متوسطة وفلفل بارد مقطعوهم اي تقطيع. ضفت عليهم معلقتين من الخلطة اللي انا ضربتها في الخلاط وبقلبهم كويس. اللي عندك بقى صاج صينية بتفردي الخلطة دي فيه، بترص فوقيها السمك وبضيف على السمك الخلطة اللي انا عملتها قبل كده، وبدخله فرن درجة حرارته من متوسطة، بياخد حوالي نص ساعة. وبألف هنا عليكم يا رب.